لو ساعة الأذان القلب يتملي بالإيمان، وعبير بياخدك للعلا ويمر بيك طول الزمان. مسجد تحس معاه إنك في ألفة وتشم فيه ريحة المكان، والرسومات مالية المكان، والخطوط بتقول أنا مسجد بالتقوى والإخلاص مليان. والجولة تبدأ بالمآذن والقباب وتنتهي بالإيوان الجميل وزخارف العصر الجميل. وحكايتنا النهاردة بتبدأ من مسجد أم السلطان شعبان. جامع السلطان شعبان أو أم السلطان شعبان بيقع في شارع باب الوزير بجنوب القاهرة. في ناس قالوا إن السلطان شعبان هو اللي بنى المسجد ده، وفي ناس بتقول إن أم السلطان شعبان هي اللي بنته. لكن اتبنى المسجد ده على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، فبيتكون من صحن مكشوف به 4 إيوانات أعمقها إيوان القبلة. هو عبارة عن محراب رخامي، وأعلى المحراب تتزين القبة ببلاطات رخامية ملونة، ومن الجانبين هنلاقي قبتين متماثلين وبيشبهوا قبة المحراب. القبة البحرية مدفون بيها أم السلطان شعبان خند بركة وأخته خند زهرة. أما القبة القبلية فمدفون بيها السلطان شعبان. حكايتنا النهاردة عن مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان. في ناس بتقول إن السلطان شعبان هو اللي بنى المسجد ده لأمه خند بركة، لكن المقريزي وبعض المؤرخين بيقولوا إن خند بركة هي اللي بنت المسجد ده، علشان كده اتعرف بمسجد أم السلطان شعبان. عايزة أقول لكم حاجة كمان، السلطان شعبان هو حفيد الناصر محمد ابن قلاوون، وحكم البلد 14 سنة ولقب بالملك الأشرف، ومات واندفن هنا في القبة القبلية. وهنلاقي منبر بسيط خشبي أمر بعمله الأمير علي أحد أمراء الجراكسة. وبأعلى وجهات الإيوانات ال4 المطلة على الصحن هنلاقي إزار مكتوب بيه آيات قرآنية. ولو خرجنا لواجهة الجامع هنلاقيه رائع، وأهم ما يميزه هو المدخل الجميل. المدخل اللي بيغطيه مقرنصات ذات دليات وحليت بزخارف محفورة في الحجر. يعلو الجامع كتاب جميل رائع ومشربية من الخشب. جامع أم السلطان شعبان خدنا الجولة فنية وفكرنا تاني بأيام زمان ورسوم زمان ورسومه العبقرية، ومباني شاهد عليها كأنها تحفة معمارية. عشنا وشفنا حكاية مسجد ومدرسة ومباني تاريخية في الفن مؤسسة، وتاريخ يشهد لناسه والقلوبها المخلصة شاهد على عبقرية وعلى جمال الهندسة. ومهما تمر السنين هتفضل رسوم المبدعين هي وهتفضل تفكر الأجيال بيها جيل ورا جيل.